الدورة. يكفي فقط أن نذكر بأن فيها جنوب إفريقيا السنغال وكذلك غانا. الجزائريون اليوم بلباسهم الأبيض أمام الأولاد، أمام بافانا على موعد مع التاريخ. التاريخ يبدأ من اليوم، على موعد مع التاريخ، لأنه منذ ربع قرن لم يفوزوا بهذا اللقب، منذ ربع قرن كذلك لم يفوزوا بأول مباراة لهم في نهائيات كأس إفريقيا. الجزائريون عندهم حكايات مع كأس إفريقيا سعيدة وأخرى طريفة وأخرى أيضا غير جميلة تماما. الجيل الجديد من أبناء الجزائر الذين تألقوا في نهائيات كأس العالم الأخيرة وأمتعوا العالم بأسره، وأيضا تعاطف معهم الكثير من عشاق الكرة في العالم اليوم، سيكون على موعد آخر، على موعد مع كرة أخرى، ظروف أخرى، معطيات أخرى في القارة السمراء، من أجل تأكيد أحقيتهم وتأكيد جدارتهم وتأكيد أيضا قدراتهم، خاصة وأن أغلبيتهم يشاركون للمرة الأولى في موعد مثل هذا، يعني في نهائيات كأس إفريقيا. يكفي فقط أن نقول اليوم بأن مندي وإبراهيمي نعم مندي وكذلك إبراهيمي وبن طالب يلعبون لأول مرة، ومحرز أيضا رياض يلعبون لأول مرة مباريات نهائيات كأس إفريقيا. الجزائريون بالأبيض دخلوا بالتشكيلة المتوقعة منذ أيام من قبل الفرنسي كريستيان كوركوف، مع رئيس وهاب مبولحي في حراسة المرمى، مندي عيسى سيكون على الجهة اليمنى، فوزي غلام على الجهة اليسرى، رفيق حليش وكال مجاني في وسطية الدفاع، مهدي الحسن، نبيل بن طالب وياسين إبراهيمي، رياض محرز الجهة اليسرى، سفيان فغولي الجهة اليمنى، وإسلام سليماني رأس الحربة في تشكيلة اليوم. في الجهة المقابلة منتخب جنوب إفريقيا بافانا الذي يبدع ويمتع أيضا في لعبه، يلعب كرة جميلة جدا أي نعم على الطريقة البريطانية، ولكن سرعة مهاجميه خاصة في الهجمات المعاكسة يصنع بها الفارق في الكثير من المرات. يلعب بكيت في حراسة المرمى، لاعبين متميزين صار يضرب بهم المثل. مهدي الحسن في تنفيذ هذه المخالفة لصالح المنتخب الجزائري، بعيدة تماما يا مهدي من حوالي 40 متر، أو غلام، غلام، وأول تسديدة وأول صد من دارين كيت النابوليتاني. غلام يسدد كرة من بعيد من حوالي 40 متر، ساقطة كادت تباغت الحارس. يا سلام، كرة في الخلف لصالح جويد سيروف مطلبة في غياب قلب الدفاع ماتو العملاق، عملاق منتخب جنوب افريقيا اللي عنده وزن كبير وكبير جدا، عملاق وقائد. وصلت كرة على الجهة اليسرى مباشرة ناحية مطلبة، مدافع الايسر اللي يحمل رقم 11، يرجع علي كوتسي، تلعب من هناك على الجهة اليمنى مع رفيقه على الشو. التغطية الدفاعية لإسلام، في خطأ، نعم خطأ لإسلام سليماني، دفع من الخلف. الحكم ينذر شفويا. الحكم لاعب، حكم لاعب يا نبيل، حكم لاعب يا نبيل. ضربت فيها الكرة، حتى لو تضرب فيها الكرة وتدخل الشباك يحتسب هدف بالنسبة لحكم المباراة. طبعا عاود نذكر بأن المنتخب الجزائري في تاريخ مشاركاته في نهائيات كأس إفريقيا منذ سنة 90، منذ نظمت الجزائر وفازت بها في الجزائر سنة 90 لم يفز بمباراة افتتاحية، ومنذ ذلك الوقت منذ ربع قرن الجزائر لم تفز بكأس إفريقيا. طبعا سابق لأوان الحديث عن التتويج، الجزائريون يتحدثون عن التأهل للدور النصف النهائي. كرة خطيرة بالراس، أبطال أوروبا مع فريق اف سي بورتو في تنفيذ هذه المخالفة لصالح المنتخب الجزائري. صعود نبيل بن طالب، حضور عيسى مندي، وجود كذلك راتب حليش في القائمة الثانية بالإضافة إلى إسلام، مرفوعة من ياسين في القائمة الثانية، خطيرة، والعملاق يصد هذه الكرة. نعم عملاق حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا الذي يصد هذه الكرة. وصلت مباشرة على الجهة اليسرى للرنتي، تلعب من هناك على الجهة اليمنى، ارجع يا اسلام، ارجع يا ياسين، وكذلك يا رياض يا محرز، اين انت؟ يرجع بعد الاسلام، كرة خطيرة، غلام رجع مباشرة للركنية، يكون حكم المباراة. اول ركنيه لمنتخب جنوب افريقيا. كنت اتحدث عن حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا، حارس مؤفق عمره 25 سنه، طبعا مثل 85 تسمح له بان يلتقط الكرات العاليه المرفوعه. كره في الركنيه الاولى لمنتخب جنوب افريقيا، الاولاد في مواجهه الاولاد الاخرين. يا اسلام، ماذا هنالك؟ اللاعبون الجزائريون كلهم هذا، ولكن الامر الذي ليس بيدك لا يجب ان تهتم به كثيرا، الاهتمام في لعبه كره القدم وفي الحياه. خطيره خطيره خطيره، يا ريس، يا ريس،
كادت تكون ضربة جزاء وبطاقة صفراء أو حمراء. حذاري أنا فهمني حليش، اتفق مع مجاني على من يبقى في الخلف. شوف الآن كان يتحدثان بينهما، كنا نشاهد بيننا في استحواذ. أنا المرشح للفوز عليك اليوم، أنا المرشح للفوز باللقب القاري. طبعا يبقى هذا كلام. واللي هناك فوزي غلام، التوزيع من فوزي لإسلام، كاد يستلمها إسلام هذه الكرة من فوزي غلام. سفيان فغولي لياسين ابراهيمي ورياض محرز، رياض محرز يرجع للخلف مباشرة لسفيان، سفيان راح من هناك اسلام يلعب ثنائية مع رياض، رياض يا رياض يا رياض يا رياض يضيع، رياض يا رياض، اوه الحق عليها بن طالب، نبيل بن طالب يلحق العملاق، نبيل بن طالب باليمنى يوزع باليسرى خطيرة بالراس، ولا لا يا عيسى بالراس اسلام وبالرجل عيسى وفوق المرمى. اللعبة ممتازة من نبيل بن طالب، خرج واسترجع الكرة ثم وزعها قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول. معنويا أنا متأكد بأن إسلام يشعر بالعزلة. كرة يسار عناصر منتخب جنوب افريقيا، ترجع فيها الوسط تلعب عرضية على الجهة اليسرى ممتازة. الكرة هذه وصلت مباشرة للمدافع عن كونغو. انت رايع يا ريس، انت رايع يا ريس، كرة دخلت وانقذها رايس. نعم نهتف للأهداف، يجب أن نهتف للصدات. نعم رايس مبولحي صد كرة وانقذنا من هدفا في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. يا سلام عليك يا رايس، المراوغة كانت رائعة واللعبة كانت رائعة لمنتخب جنوب افريقيا، ورئيس مبولحي كان الاروع. من هناك رياض محرز يواصل، رياض محرز باليمنى باليسرى يتوغل وباليمنى يسدد مرة جانبية. يا سلام عليك يا رياض، ويا سلام عليك يا ريس، انقذ مرمى الجزائر رئيس مبولحي من هدف محقق. كنت ارى في الكره جنوب افريقيا، حذاري يحليش خلفك، حذاري يحليش خلفك لصالح عناصر منتخب جنوب افريقيا. تلعب الكره البينيه، رايس يا رايس يا رايس ينقذ المنتخب الجزائري مرة ثانية. ماذا يحدث في دفاع الخضر؟ ماذا الذي يحدث يا رايس؟ 3 فرص للتهديف لمنتخب جنوب افريقيا. الكرة تلعب فوق أرضية حارس مرمى منتخب جنوب افريقيا. يا ريت يصفر الحكم نهاية الشوط، خلينا نفسه شوية ونرتاحوا، ويخلي اللاعبين الجزائريين يعودوا إلى غرف الملابس لتصحيح ما يجب تصحيحه خلال المرحلة الثانية. نعم المباراة صعبة، كان متوقع أنها تكون صعبة. نعم المباراة الثانية ستكون أصعب والثالثة أصعب أمام غانا والسنغال في مجموعة صعبة. حتى لا أريد أن أستعمل كلمة الموت، لأن الكرة ليس فيها موت، الكرة فيها متعة، الكرة فيها فرجة، الكرة أمتعنا بها المنتخب الجزائري في السنتين الماضيتين. للتماسك والحكم المباراة لصالح عناصر المنتخب الجزائري. من هناك على الجهة اليسرى عناصر المنتخب الجزائري التي أنا متأكد بأنها دخلت هذه النهائيات وهذه المباريات بالهدوء بصفة مقصودة، بالهدوء في المباراة وفي المباريات المقبلة. ولو أن مباريات مثل هذه نحن في النهائيات، يعني كل مباراة هي مباراة نهائية، مباراة هذه تلعب لكي نفوز بها. لا نريدكم أن تلعبوا جيدا، نريدكم أن تفوزوا بالمباريات. كم هي المنتخبات والفرق التي لا تلعب جيدا وتفوز. سفيان فغولي يلحق على هذه الكرة، هذا منه، هاي آخر كرة، يلا يا سفيان آخر كرة يوصلها لمهدي الأحسن، بقات 5 ثواني يلعبها لنبيل بن طالب، نبيل بن طالب سيصفر الحكم. يا نبيل وصلها لمحرز، نعم صفر الحكم نهاية الشوط الأول ونهاية هذه، ولكن ليس لهذه الدرجة. نعم كأس افريقيا مختلفة عن المباريات الأوروبية ومختلفة عن كأس العالم، ولكن يبقى وأنه منتخب جنوب افريقيا يلعب الكرة، كرة صعبة لمنتخب جنوب افريقيا. من هناك على الجهة اليسرى البحث عن الخطير، رونتي رائع، جول 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 من أروع ما يكون. نعم من أروع ما يكون هذا الهدف، يجب أن نقولها لمنتخب جنوب افريقيا. الهداف كان فلا توسو فلا يفتح مجال التسجيل لصالح منتخب جنوب افريقيا. هل كان عليكم ان تنتظروا حتى تتلقوا هدفا بهذا الشكل في منتهى الروعة حتى تستفيقوا؟ يجب ان تستفيقوا. الهدف كان فعلا رائع لمنتخب جنوب افريقيا. يا سلام، نعم هدف رائع ومستحق في منتهى الروعة. بعد 6 دقائق لعب منتخب جنوب افريقيا متفوق على الجزائر بهدف ل0.
قلنا بأن الكرة في افريقيا مختلفة تماما عنها، الكرة في تجمعات هكذا مختلفة تماما. اي نعم المنتخب الجزائري في منحنى تصاعدي، او ربما تبقى محافظ على توازنه، صعب جدا ان تبقى تحافظ على توازنك بعد المونديال. اي نعم عنده القدرات الفردية والجماعية، عنده كل ما يلزم، ولكن الكرة تلعب في الميدان. وفي اليوم الهدف لصفر قد تتحول الى 2-0. توكي لورونتي صاحب 9 أهداف مع منتخب جنوب افريقيا يلعب في الدوري الدرجه الثالثه في انجلترا، يستعد لتنفيذ هذه الرميه الجزاء القاسيه والصعبه والقاصحه. التنفيذ من رونتي ويضيعها. يا سلام، رونتي ضيعها. ماذا تريدون اكثر من هذا؟ ماذا تريدون من تحفيز اكثر من هذا؟ تلقيتم هدفا وضيع جنوب افريقيا. التعادل فيها والخساره لا يعني الخروج. اوه ممتازه الكره هذه من الحارس، صدها. حذاري من الهجمات. شوف توانا لم يعودوا بعد، كاين 5 بقوا داخل منطقه العمليات ينتظروا. شوف 4 امام 4، صاروا 5 الان، 5 من هناك. اوه لعبه ممتازه، وعيسى مندي دخل كليك. اللاعبين الجزائريين تغييران اي نعم لحد الان. دخول اسحاق، رجع ياسين ابراهيمي على الجهه اليسرى كما كان متوقع. سفيان موجود على الجهه اليمنى. ممكن هذا هو الحل. فوزي غلام مع ياسين ابراهيمي، توصل لياسين. ياسين يرفع كرة، جول جول بنيران صديقة، بنيران صديقة. المنتخب الجزائري يعدل النتيجة. ياسين هدف التعادل في ظروف صعبة. يا سلام، هدف التعادل في ظروف لم نشهدها من زمان. يا سلام، هدف التعادل الذي يعيد المنتخب إلى المباراة. يا سلام، هدف التعادل الذي يعيد الخضر إلى المباراة في ظروف صعبة وصعبة وصعبة جدا. من هو هذا الصديق الذي سجل إلينا هدفا؟ من هذا الصديق الذي تعاون معنا وسجل لنا هدف التعادل؟ هدف لهدف بين الجزائر وجنوب افريقيا. الجنوب ياسين 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 ياسين. اوه كثرت يا ياسين، لا تلعب مع الحكم يا ياسين، العب مع الكرة ومع رفقائك. كرة ترجع للخلف. حسوا بأنه في إرادة الآن عند اللاعبين الجزائريين، يصنعوا الفارق بالإرادة. هم تايهين نعم، لا يلعبون بشكل جيد ولكن عندهم إرادة. الكرة مرفوعة من سفيان، بعيدة تماما يا سفيان، راحت لفوزي غلام على الجهة اليسرى. فوزي يبحث عن المراوغة، يمر فوزي، يمر فوزي. جول 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 فعلا فوزي. يا سلام، جول يا فوزي، جول يا فوزي، جول. من أعماق الجراح يعود المنتخب، من معاناته يعود المنتخب ويسجل هدف ثاني. يا سلام، فعل بالقوة والإرادة اللازمتين. فوزي استلم وتوغل ودخل وسدد وسجل. جول ثاني لفوزي غلام وللمنتخب الجزائري في أحلك الصعود في الظروف وهي في أصعب الظروف. يتمكن المنتخب الجزائري من العودة والفوز والتفوق بهدفين مقابل هدف واحد. يا سلام عليك يا فوزي، يا سلام، يا سلام على فوزي، يا سلام. أول أهدافك في تاريخك مع المنتخب الجزائري. فوزي غلام يفعلها ويسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. في يرجع لعيسى الآن، عيسى يرفع كرة بعيدة. يا عيسى وصلت لإسلام سليماني، هي الكرة إسلام. إسلام في حاجة لمساندة، يجد سفيان والطيدير. ضاعت من طيدير، ضاعت لك يا سفير وبن طالب في الاسترجاع. هاي الكرة يلعب. اوي 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 يا إسلام، إسلام جول 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 جول. الله أكبر يا إسلام، الثالث يا إسلام. صارت النتيجة 3-1 يا إسلام. ماذا العجب، من ناحم المعاناة خرج الجزائريون، كانوا منهزمين وصاروا متفوقين بالثلاثة في واحدة من أسوأ مبارياتهم. نعم أقول وأكرر، واحدة من أسوأ مبارياتكم تفوزون بالثلاثة، فما بالك عندما تكونون في أحسن أحوالكم. الثلاثة بالثلاثة بالثلاثة. إسلام سليماني يسجل الثالث. يا سلام، جول يا إسلام سليماني وإسحاق بالفضيل وهلال العربي السوداني. يا سيد جوركوف انت متفوق ب3-1. اوكي مش عارف، ممكن ندخلوا مدافع وسط ميدان اخر، مش عارف. المهم الكرة من هناك على الجهة اليسرى يصنع منتخب جنوب افريقيا الأخيرة، الفرصة الأخيرة والحكم لم يقل شيئا. يا بن طالب يا رايع، يا بن طالب يا رايع. راح نبيل، راح نبيل، راح يوصل لإسحاق وهلال.
زاد اسلام سليماني وصل الهلال، رجعت لطيدير الثواني الاخيره اسحاق، طيدير مره اخرى، من هناك سفيان يا طيدير، وصلت لعيسى مندي. انتم كبار عندما تكونون في الظروف الصعبه، الكبار يظهرون في الظروف الصعبه. هذه واحده من المباريات الصعبه لمنتخبنا، تصرف معها بامتياز. باغتمونا وفاجأتمونا بهذا السيناريو بعد شوط اول رديء، بعد بعد تلقيتم هدف اول ثم ضربة جزاء. كنا نتوقع في سيناريو رهيب ومرعب بالنسبة للمنتخب ولعشاق الكرة. برافو 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 برافو، 3 أهداف مقابل هدف واحد للجزائر في واحدة من أسوأ مبارياتها، من أسوأ مبارياتها جماعيا، من أسوأ مبارياتها دفاعيا، من أسوأ مبارياتها تنظيميا. أنا لا أقول بأنها مباراة، لأنه مش معقول أنه فريق سيء يفوز ب3-1 على جنوب إفريقيا، ولكن سيء مقارنة بقدراته. برافو، ألف مبروك للمنتخب الجزائري على هذا التفوق الأول منذ ربع قرن في أول مباراة افتتاحية منذ سنة 90. الثانية ستكون بعد 4 أيام من الآن أمام منتخب السنغال الثلاثاء المقبل، أمام جمهور غفير من عشاق الكرة في غينيا الاستوائية الذين ملأوا مدرجات الملاعب التي تحتضن نهائيات كأس إفريقيا، لأن الغينيين مولعين بلعبة كرة القدم حتى ولو أن منتخب بلادهم غير مرشح للعب الأدوار الأولى في هذه المنافسات بالزي الأخضر وبهذا الداكن. لأول مرة من زمان الجزائر لم تلعب بهذا اللون الداكن، طبعا كما تعلمون مع الممول الجديد فيما يتعلق بالقمصان التي يلعب بها المنتخب الجزائري اليوم في مواجهة غانا ب3 تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية، أغلبيتها اضطرارية. التغييرات التي أحدثها المدرب كريستيان غوركوف مع حراسة مرمى منتخب غانا عبد الرزاق برايما، على الصورة ثلاثي خط وسط الدفاع عبد الرحمن رفقة مانسا وأفول، جوردانايو الجهة اليسرى، أمارتي الجهة اليمنى، أجيمونغ في وسط الميدان رفقة أكوا، أمامه مجيان، وثنائي خط الهجوم أتسو وأندري. أيوه هو التشكيلة اللي يلعب بها منتخب غانا ب3-5-2. منتخب الجزائر ب4-3-3 أو 4-4-2 تقريبا حسب معطيات هذه المباراة، في وجود ياسين إبراهيمي الذي سيكون على الجهة اليسرى ربما في هذه الأمسية، ربما أيضا 4 لاعبين في وسط الميدان، إبراهيمي قريبا من إسحاق بالفضيل، وبن طالب يتأخر على الجهة اليسرى. المهم مبولحي الرئيس في حراسة المرمى، مندي الجهة اليمنى، غلام الجهة اليسرى، بوقرة ومجاني، مهدي الحسن، بن طالب وطيدير، فغولي وابراهيمي، وكذلك اسحاق بالفضيل الذي اخذ مكان اسلام سليماني الذي تاثر بالارهاق والتعب واصابه طفيفه منذ المباراه الاولى امام منتخب جنوب افريقيا، مثلما تاثر ايضا رفيق حليش الذي هو بعيد عن مستواه بسبب اصابته التي حدثت له في منذ مده وجعلته يعاني في المباراة الأولى معاناة المنتخب ككل، ومعاناة وسط ميدان الذي يبدو أنه اليوم مدعم ب3 لاعبين في وسط الميدان في حضور طيدير. يبدو أن إسحاق بالفضيل أنها مباراتك اليوم يا إسحاق، وأنت الذي كان وزنك كبير عندما دخلت في المباراة الأولى احتياطيا رفقة إسلام سليماني. أقول رفقة إسلام سليماني، لا ندري ظروفك اليوم. طبعا ضربة البداية أعطيت من قبل المالي كومان كوليبالي، الجزائريون على يمين الشاشة والغنيون برازيليو إفريقيا على يسارها. ضاعت الكرة في وسط الميدان لصالح الغنيين عن طريق جيمونغ، تلعب في الوسط من هناك. تتذكروا منتخب غانا في مباراته الأولى أمام السنغال لمدة ساعة لعب مباراة كبيرة، ولكن انهار في 30 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة، انهار بدنيا. ونعرف ايضا ان منتخب غانا يلعب الكره، عندما تلعب امام منتخب يلعب كره لا تخاف. بن طالب في وسط الميدان، ياسين ابراهيمي، يبدو انه سيكون اليوم ايضا ياسين في الوسط، هايله لاسحاق بالفضيل، يخرج الكره بالبراعه اللازمه من هناك ناحيه عيسى مندي. لم يكن في يومه في المباراه الاولى، نتمنى ان لا يكون مثل المباراه الاولى. الشيء الاكيد ان عناصر منتخبنا لن يكونوا سيئين مثل ما كانوا خلال المباراه الاولى. تعودوا تقولوا لي تقول سيئين هم فازوا 3-1. ايوه نعم، يا ريت يكونوا اليوم سيئين ويفوزوا 3-1، لان المباريات في نهائيات كاس افريقيا تلعب من اجل ان تفوز بها المنتخبات وليس من اجل المتعه. الكره على الجهه اليمنى مباشره مع امالتي، متقدما اللاعب اليسون عفول الذي سيكون مهاجما في الرواق الايمن. الرقابه ستكون لصيقه على اللاعب اساموا جيان، الهداف التاريخي لغانا لحد الآن ب45 فوز اختصاصي في تنفيذ الكرات الثابتة من هذه الزاوية. رائعة، تسديدة أولى من فوزي غلام، مرت من أمام عبد الرزاق برايما في سادس مباراة له فقط مع منتخب غانا.
بداية لحد الآن 4 دقائق لعب 0-0. كرة ساقطة من فوزي غلام المدافع الأيسر في تشكيلة نادي نابولي. ضربة مرمى يقول حكم المباراة كرة تلعب من هناك على الجنوب مع إسحاق بالفضيل. إسحاق يواصل على المحتوى بالكرة. إسحاق في حاجة إلى المساندة، يرجع للخلف، مرفوعة في القائمة الثانية خطيرة. الحارس فات بالكرة، ولكن أحيانا في الكرة أنت بحاجة إلى لاعب من حجم ياسين يحافظ على الكرة. رجعت لسفيان، يرجعها لعيسى، كرة صعبة للمنتخب، دخل عيسى، أين من عيسى؟ جول! هذه أول كرة وأول لقطة للمنتخب الجزائري من نبيل يا بن طالب من أمام أفري أكوا، يلعب في نادي بارما. شوف التمريرة كم كانت رائعة. يا نبيل يا نبيل يا نبيل. نبيل بن طالب في مباراته رقم جيدا بأنه دائما المباريات بين الجزائر وغانا كانت مباريات كبيرة. الكرة تلعب على الجانب من عفول. هاي يا مجيد، يا مجيد، ببعض الشعيرات التي بقت في رأسك تمكنت من إخراج هذه الكرة. نعم، لأنه لمسها فقط تغير اتجاهها. تسترجع مجيد لما يصطدم يعني من مفروض بطاقة 0.5 لأنك ارتكبت خطأ ولأنك مجيد. شوف التغطية هنا من عيسى مندي كم كانت رائعة، غلق كما يلزم. نعم، هذا هو الواجب وهذا هو اللازم عليك يا عيسى مندي، تغطي في مجيد بوقرة بالبراعة اللازمة من أمام جيان العملاق. لو يلحق عليها القائد. كرة أخرى مرفوعة بعيدة تماما بالراس. التغطية من مجاني يتفوق بكل الكرات المرفوعة. حكم قال دقيقة والدقيقة انتهت الآن. إسحاق بالفضيل يلحق على هذه الكرة. إسحاق يلحق والدفاع يغطي، والحكم سيصفر نهاية هذا الشوط بالتعادل 0-0. المنتخب الجزائري كان أفضل، وتحت له أخطر فرصة في المباراة. نتمنى بدنيا يكون موفق المنتخب الجزائري في الشوط الثاني. أعود وألتقي بكم مشاهدي الأفاضل بعد حين بإذن الله. عيسى مندي الحقها ووزعها وبين أحضان الحارس عبد الرزاق برايما. طويلة الكرة، فوزي غلام يلحق عليها، تروح لمهدي الحسن. يا مهدي يا الحسن ضيعتها. حذر يا فوزي. ما زال يصارع مهدي الحسن، ما زالت الكرة غنية والانطلاقة في هجمة أخرى صعبة مع الجهة اليمنى وانطلاقة من عفول. سفير طيدات في التغطية، وصلت مباشرة لجوردن ايو، ترجع لعفول يغطي الكرة يوزعها عفول. لا مهدي الحسن يخرج الكرة لإسحاق بالفضيل فاتو. تبقى غنية من هناك على الجهة اليمنى لصالح أميرتي. كرات في الأرجل من الغنيين، يحسنون لعب الكرة الغنيين. أين أنت يا بن طلب؟ الضغط كما هو متوقع من هنا. سلامات يا جيان، سلامات يا ريس. أين أنت يا نبيل بن طلب؟ قلنا وقالوا لكم بأن الخطر من هناك على الجهة اليمنى. أين يوجد فول؟ رأسية من أروع ما يكون، لقطة بلقطة، فرصة بفرصة. الكرة من هناك نبيل بن طالب كاد يلحق عليها، تسترجع غنية عن طريق عفول، يرسل كرة عرضية، الاعتماد على الكرات الطويلة يا عيسى. وصلت لجوردن ايو، يفتح الطريق. جوردن خطير في حاجة لمساعدة عيسى يراوغ جوردن، يوزع جوردن الكرة. رائع اللعبة هنا عن طريق المهاجم جوردن ايو، من الشقيق إلى الشقيق، من أندري إلى جوردن. الثنائية اللعبة كانت رائعة هنا. يا عيسى وصلت لأندري ايو، وزعها لجوردن. سبقك يا مجيد. كرة ضربة مرمى يقول حكم اللقاء لصالح الخضر. عودة يا وكاسو، يرفعها كرة صعبة بعيدة. خليها يا ريس، بعيدة الكرة هذه من وكاسو، بعيدة على الجان. معروفين كذلك في الكرات الثابتة المرفوعة عناصر منتخب غانا. شفتوا عدد كبير جدا من اللاعبين صعدوا في هذه الكرة. الرتم انخفض شوية. غانا أفضل في الربع ساعة الأول من هذا الشوط الثاني أو في ال20 دقيقة. منتخب الجزائري نشعر بأنه مرهق بدنيا.
مهدي الحسن لم يتمكن منها. كرة أخرى في العمق البحث عن جيان، هاي صعبة لصالح منتخب الغاني. الكرة خطيرة والحكم لم يقل شيئا. بعقلك يا مجاني. كرة طويلة يرسلها البحث عن إسلام سليماني. هي الكرة إسلام سليماني مع سفيان وإسلام وسفيان سفيان ياسين. هاي الكرة من هنا خطيرة. جول. يا سلام. يا نبيل ماذا ضيعت. يا نبيل ماذا ضيعت. فرصة سانحة خطيرة. سقط إسلام، سلمها إسلام لسفيان، سفيان لياسين، ياسين لنبيل، نبيل يسدد الكرة أرضية جانبية. يا سلام. يا إسلام، يا ياسين، يا سفيان، يا نبيل. فرصة ثانية سانحة للخضر. تسديدة نبيل يسارية مرت يمينية. التسديدة كانت موفقة وقريبة من التهديف يا نبيل. نعرف بأن أرضية الميدان تفعل فعلتها. سفيان فغولي عنده الكرة الآن. ياسين برايمي وصلته، تروح لسفير لي مهدي الحسن. ماذا تفعل يا مهدي؟ ماذا تفعل يا مهدي؟ ماذا تفعل يا مهدي؟ ماذا تفعل يا مهدي؟ جيان راح جيان وراحت الكرة. وراحت الكرة من حسن مخالفة. عيسى في القائمة الثانية. طايدر. الكرة لم تمر. ما زالت جزائرية. يا مجيد. نعرف بأن أرضية الميدان صعبة، ولكن انطلق إسلام. متسلل إسلام في هذه الكرة. حكم مساعد رفع الراية معلنا وضعية التسلل من إسلام سليماني الذي لم يكن نعم. وضعية التسلل العودة منها واضحة يا إسلام. كرة غنية في العمق من هناك على الجهة اليمنى. محاولة المرور. فوزي غلام يتفوق بهذه الكرة، وكذلك مجاني يخرجها للتماس من امام المهاجم الخطير جوردن ايو اللي تحول الى الجهه اليمنى من هناك. غنية الكرة وكاسو يرفع كرة. حذاري من هذا جوردن ايو من كرة العالية. فقط 18 دقيقة على نهاية المباراة. تعادل الفريقان في هذه المباراة يخلي كل الاحتمالات واردة في هذه المجموعة. الغانيين يخلي عندهم حظوظهم، والجزائريين حظوظهم اوفر، والسنغال اذا فاز اليوم. يسترجع هذه الكره بالبراعه اللازمه. راح طايدير عنده الكره. طايدير يكثر. طايدير ينتظر. طايدير محتفظ بالكره. طلبها فوزي غلام. ماذا تفعل يا سفير؟ يرجع لنبيل. لمجيد. مجيد يخرج بهذه الكره. يواصل مجيد. راح مجيد يلعب على الجهه اليمنى لياسين ابراهيم. يدخل مجيد يا ياسين في القائمه الثانيه. بعيده يا ياسين. راح الماجيك صعد بالحرارة وبالقلب. زيد يا رياض. الحارس يخرجها. رجعت مرة ثانية لقايدر. طايدر يلعبها مباشرة لفؤاد قادر راح. ما زال الضغط. تعبوا الغانيين في هذه اللحظات، وتعبنا أيضا نحن. كرة طويلة يا ريس. أين أنت يا ريس؟ أين أنت يا ريس جول. قلنا بأن المباراة قاتلة ولكن لم تقتلنا. اسمعوني جيدا. المباراة قاتلة ولكنها لم تقتلنا، لأن الجزائر تخسر وتمرض ولكنها لا تموت ولا تنهزم. تخسر ولكنها لا تنهزم. ما زال عندنا حظوظنا. المتعة ما زالت في هذه المجموعة. الجزائر عندها مباراة ثالثة أمام منتخب السنغال. إذا فازت بها تتأهل مهما كانت النتائج الأخرى. نتمنى فقط السنغال يفوز اليوم، حتى لو لم يفوز السنغال اليوم، ولكن المنتخب الجزائري ما زالت حظوظه وافرة. هاي الكرة متعتها. استمتعنا كثيرا، وأيضا نستمتع أيضا. جيان دخل وتوغل وسدد وسجل. سيكون اليوم في مواجهة مواطني ألان جيريس الذي سبق له أن جرب جورجيا والجابون ومالي، وهو اليوم يدرب منتخب السنغال. ضغط كبير جدا على كريستيان كوركيف الذي يكتشف لأول مرة أجواء منافسات نهائية كأس أفريقيا، ويكتشف لأول مرة كذلك أجواء وضغوطات تدريب منتخب من حجم المنتخب الجزائري. هذا هو العربية هلال السوداني. هل سيطل هلال في هذه الأمسية في ملعب مارابو في مباراة يديرها الحكم الرجل دراب رصار من الجزر موريس؟ المنتخب الجزائري بالاخضر على يمين الشاشه، والسنغال بالابيض على يسار الشاشه. واول كره بعيده تماما ضرب الى واجبه الهجومي. كره في الخلف كانت من ساني. كره ضاعت.
ماذا ضيعت؟ ماذا ضيعت يا سفيان؟ أول كرة وأول خطأ وأول لقطة وأول فرصة يا سفيان يا فغولي ضيعها. فرصة ثمينة، وكأن سفيان فغولي لما وصل أمام الحارس أولا لم يصدق بأن الكرة جاءته، ثانيا لما وصل أمام الحارس لم يصدق بأنه وجها لوجه بعد دقيقتين. مغامرة كثيرة من جانب عناصر منتخب السنغال، كرة طويلة والتغطية دفاعية، كرة صعبة كرة صعبة والتغطية من هناك من مجاني، صعبة الكرة يرجع مجيد، راحت كرة صعبة ثنائية بعيدة تماما عن اللاعب ساديو ماني لاعب نادي ساوثهامبتون. السنغال حسنوا كثيرا، السنغال لم يتأهلوا عبثا. السنغال طبعا يريدون استعادة أمجاد السنغال في التسعينيات اللي شارك في مونديال 2002 وكان متألق. طبعا المنتخب الجزائري لا ينتظر شيئا من جنوب افريقيا، مطالب اليوم بالفوز بهذه المباراة. يا سلام عليك يا رياض، هدف الثالث مع المنتخب. ماذا حدث في دفاع السنغال؟ جول الدقيقة 11 يفعل رياض، خرج كالقط خلف المدافعين. بابا سلامة رياض محرز يقول لفغولي هكذا تسجل الأهداف يا سفيان، هكذا تسجل الأهداف يا سفيان. الاستلام باليسرى وحطها باليمنى يفتح مجال التسجيل لصالح المنتخب الجزائري. جول نعم جول. المنتخب الجزائري صار متفوق. نبيل يرجع المها لسفير، سفير سفيان طلبها، اعطيله الكرة بسرعة قبل ما يجي المدافع. وصلت لسفيان يلعبها مع عيسى، كرة صعبة للجزائر خطيرة، وضعية تسلل، وضعية تسلل يقول هايلة اللعبة مرة ثانية، وضعية تسلل من الهلال. طبعا ينقص الريفلكس تحت الهجوم. تقريبا نفس ياسين هايل من هناك لسفيان، ماهوش متسلل، كرة صعبة على الجهة اليسرى للهلال. قوية يا هلال، صاروخ يا هلال، صاروخ. احسنت يا هلال يا العربي يا سوداني. استلام ثم المراوغة فالتسديد، شوف لي عادة بوم، حطها بالكيفية اللازمة. صدها الكرة الآن وصلت سنغالية. هاي صعبة بعيدة من ماني. شكرا لك ساديو ماني، توغل وكان يفعلها، كرته مرت بعيدة. شوف الاستلام هنا والمراوغة. معلش مباراة تدخلات. اي وصل متاخر. طبعا اصطدم باللاعب السنغالي اعتقد باجي هيثم مندي، وصلت متاخر. لا انا شك التدخل كان متعمد لانك وصلت متاخر. تعتذر، يجب ان تعتذر للاعب السنغالي. المخالفه 3 لاعبين في الجدار، راحت برا هذه الكره بعيده على رئيس وهاب بولحي. قلت لكم 3 لاعبين في الجدار وليس 2. نعم صاروا 3 بعدما جاء ياسين ابراهيم. يلعبها، ضيعتها يا رياض، ارجع يا هلال. كنت انتظر فيك يا ريس، كنت سفير الحق عليها يا سفير. ما زالت الكره السنغاليه لحظات حرجه، مرفوعه الكره بالعقيد من هناك بالراس. الرئيس ينقذ الموقف، رئيس يلعبها مباشرة لسفيان. راح ياسين ابراهيمي وهلال. يلا ياسين روح، يلا ياسين روح. 4 لاعبين صرتوا، يوصلها لغلام محرز يرفع أرضية للركنية. الحق عليك نبيل بالطالب يا رياض، كان يكون الهدف القاتل. هايل يا ريس، هايل إعادة مرة ثانية. كانت صعبة. ثم الانطلاقة في هجمة معاكسة. ياسين ابراهيمي وصلها، شوف رياض لمسة واحدة يراقب الكرة، طبعا أرضية الميدان ساعة. كرة تلعبها الجانب عن طريق صاني تمريرة في العمق. خلاها مجيد كما ينبغي من امام العملاق مامبيرام ديوب. هاي هايل يا مجيد.
تمريرات خلف مجاني في العمق. كانت صعبة هذه التمريرة. رائعة جدا رائعة جدا. الكرة ولا واحد وقربت تكون في اتجاه المدافعين السنغال، ولكن ربما من يدري أوه. مرفوعة كثير من ياسين إبراهيمي، خرجت مباشرة ضربة مرمى. يقول حكم اللقاء صعبة جدا 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 هذه المباراة. قد يبدو لكم الأمر سهل وهين، ولكن صعبة كثير صعبة كثير. ضغوطات كبيرة على لاعبينا اللي عانوا. قلنا لكم بأن المباراة أبدا لن تكون سهلة. بعيدة هنا تسديدة ساقطة قوية من إدريس جاي، هو الرئيس وهاب البلحي يستلمها. واو كم هي صعبة كرة تطلب. اللحظات الأخيرة إلى غاية آخر رمق مطالبين بالتركيز. تذكروا ماذا حدث لنا. الكرة صعبة. يا نبيل يا نبيل ماذا فعلتم؟ قلنا لكم التركيز ضروري بالراس. بعيدة الكرة، خرجوا مسافة الخطورة والتسديدة بعيدة. سلامات بعيدة تماما يا ريس. هذه الكرة من بابا سواري مدافع نادي ليل. بقات لكم 10 ثواني فقط وينتهي الشوط الأول بتفوق المنتخب الجزائري بهدف مقابل 0. 30 دقيقة كانت رائعة، ربع ساعة رجع فيها المنتخب السنغالي. نتمنى تكونوا أروع في الشوط الثاني وتتأهلوا للدور الربع النهائي، وبعدها سيكون كلام آخر وحكاية أخرى. شكرا لكم مشاهدي الأفاضل، ألقاكم مع بداية الشوط الثاني بإذن الله. بعد لحظات الأخضر سيكون لدي خلق النفر. برسار من جزر موريس. شوط اول سيكون صعب للمنتخب الجزائري. ضربة الانطلاق اعطيت في نفس التوقيت بين المباراتين. اتس اوكي. دخلت الكرة بعيدة من هناك على الجريمة، تغطية يرميها في السماء يا سواري، ارميها في السماء يا سواري. في الارض ولكن بين احضان رئيس وهاب البلحي. في الارض لكن بين احضان رئيس وهاب البلحي. دارت فوق الجدار، خلف الجدار. كرة في المخالفة، معاناة كبيرة لدفاع المنتخب الجزائري. مرفوعة في قائمة ساديو يخرجها الرئيس للركنية، يخرجها الرئيس للركنية. من امام المدافع العملاق بالياسين. تضرب الحكم، تروح من هناك على الجانب. هاي كرة صعبة يا غلام، هاي كرة صعبة يا غلام. راحت الكرة من ماني، راحت الكرة من ماني. 30 دقيقة ستكون صعبة وشاقة، صعبة وشاقة ومتعبة. 30 دقيقة علينا وعليكم متعبة، فما بالكم على اللاعبين. طبعا المنتخب السنغالي قوي، ضغوطات كبيرة جدا كانت على اللاعبين الجزائريين بعد خسارتهم امام غانا في اللحظات الأخيرة. ضغوطات كبيرة جدا لا يعرفونها ولم يعيشوها في الملاعب الإفريقية. رتم قاتل، سيناريو قاتل. ياسين تريد التغيير. ياسين يطلب التغيير، خلاص ما قدرش ياسين لأسباب مختلفة، إصابة وتعب وإرهاق. لم يقدر ياسين إبراهيمي على مواصلة اللعب. هل نشاهد كسحي في وسط الميدان في هذه اللحظات من عمر المباراة مشاهدي الأفاضل؟ لاعب نادي خطافي، مباراة رقم 42. هنا محاولة الاحتفاظ بالكرة، وصلت لمهدي الحسن. لمن يا مهدي؟ إلى الكرة من هناك، وصلت لرياض محرز. شوف المراقبة رياض، شوف المراقبة رياض. خل غلام الرياض يوزعها. جول وبابا جول. بابا لم تدخل، وبابا جول، وبابا لم تدخل. يا سلام. ألا تستحق هذه الكرة أن تدخل الشباك؟ بابا تدخل قوي وخشن. ألا تستحق هذه الكرة أن تكون هدفا؟ ألا تستحق هذه الكرة أن تدخل الشباك؟ ألا تستحق الجزائر هدف ثاني في هذه الكرة؟ يا سلام يا سلام يا سلام أصدع. يا سلام. فوزي غلام ساقط على أرضية الميدان. يا سلام. يا بطاقة صفراء لرئيس على تضييع للوقت. إذا كان ضيعت الوقت فتستحق يا رئيس، ولا كلمة ولا يرفع صبعه في هذه المباراة. اسحاق بالفضيلة، أنت تعرف بأنك لم تسدد. يلعب من مهدي الحسن مباشرة لعيسى مندي. طلبها سفيان يا عيسى، يفضل اسحاق بالفضيل. اسحاق بالفضيل مع سفيان. سفيان واسحاق. سفيان يطلبها من هناك. الكرة صعبة. الكرة جول 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 جول. إليا هدف إليا اسوي جول. هدف جول للمنتخب الجزائري يا نبيل. بوم جول جول
هدف اول ثاني للمنتخب الجزائري. هدفك الثاني يا نبيل، يا سلام. جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل، جول يا نبيل. سفيان مرراني، نبيل استلم بوم على يسار الحارس، يسجل الثاني نبيل. الحرب قتال خداع، والكرة خداع، والجزائريين خدعوا السنغاليين بهدف ثاني في هذه اللحظات. يا سلام عليك يا سفيان، يا سلام عليك يا نبيل. من رحم المعاناة تعودون. جول يا نبيل. المباراة المهم هنا في هذه المباراة تلعب من هناك على الجانب. صعبة، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة، صعبة للمنتخب السنغالي، صعبة. أنت الأصعب يا ريس، أنت الأصعب يا ريس، أنت الأفضل يا ريس. بعقلك يا ريس ماذا تفعل؟ بعقلك يا ريس ماذا تفعل؟ الكرة بالفضيل يضغط في السنغالي. صعبة ككل المخالفات لصالح المنتخب السنغالي. مرفوعة في القائمة الثانية. ريس اخرجها ريس وسفيان، وكذلك من هذا؟ هذا سفيان. وانطلاق، راح اسحاق، راح اسحاق، راح يا رياض، رياض. معليش يا رياض، معليش يا رياض، ارجع معليش. الرياض كان يفعلها ويسجل الثالث. الرياض قاعد يتجاروا ربعه. شوف الحراره اللي على الزاويه من هناك. الكره السنغاليه ثنائيه، حذر تسديده راحت. سلامات. الكره خرجت ضربه مرمى لرئيس وهاب بولحي. الجزائر تمرض ولا تموت، تخسر ولا تنكسر، وعندما تريد تتألق وتتفوق وتفوز. نعم تفوز وتتأهل للدور الربع النهائي بجدارة واستحقاق، وتسكت كل الكرة. سفير، انتهت المباراة وتأهلنا يا ناس. سفير عنده الكرة، سفير يسدد والكرة جانبية. خلاص تأهلنا، خلاص إلى الدور الربع النهائي. تأهلنا. المخالفة تنفذ والدفاع. قضي الأمر وانتهى كل شيء. مبروك للجزائريين على هذا الفوز والتأهل للدور الربع النهائي بجدارة واستحقاق. في الربع النهائي سيكون كلام آخر، صدقوني، بين الجزائر ستذهب بعيدا بإذن الله. شكرا لكم وألقاكم بألف خير بإذن الله. الأخضر بعد لحظات سيكون لديكم. هاي المراوغه من إريك بيلي يا رياض. يواصل إريك بيلي، عنده الكره، يلعبها ثنائيه ممتازه لصالح منتخب الايفواري، والتوزيعه خطيره. جول خطيره وجول. وضعيه السبب ان شاء الله. الحكم لا، لم يرفع الرايه. بوني يفتح مجال التسجيل لكوت ديفوار. خطيره الكره، رائعه جدا. بوني يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار عند الدقيقه 26 من عمر المباراه. معليش هدف كان رائع. التوزيعه من جراديل رائعه، وبوني هذا سم قاتل. وفريد يفتح مجال التسجيل لمنتخب كوت ديفوار. من حقك ترقص يا سيريدي. ويا بوني هدف رائع، ومنتخب كوت ديفوار رجع. لو لاحظتم معي في العشر دقائق هذه اللي مرت رجع في المباراه. شوف هنا الكره وصلت لبوني، لم يكن متسللا تماما ابدا. بالراس باغت الحارس رئيس وهاب بولحي. اللعبه كم كانت رائعه. شوف الاعاده مره ثانيه. الرأسية من بوني على يمين رئيس وهاب بولحي. لم يقدر ولا يقدر على فعل أي شيء في كرة مثل هذه. خرج خلفك يا مجيد. طبعا هدف مستحق، وهدف مستحق بالنظر لعودتهم في العشر دقائق اللي مرت، وهدف رائع لمنتخب كوت ديفوار امام المنتخب الجزائري. نعم حقك ان تفرح يا هو. مباريات مثل هذه لازم يتسجل فيها هدف حتى تبعث من جديد، لأن الاحترام المتبادل لا يمكن أن يدوم في لعبة كرة القدم. يجب أن يفك لغزه بلقطة أو بهدف. كرة من هناك لعيسى مندي، يوصل لياسين إبراهيمي. ياسين محتفظ بالكرة، يراوغ ياسين من أمام العملاق. يدخل ياسين عنده الكرة، يلعبها على الجهة اليسرى مباشرة لرياض. رياض محرز جاك غلام يلعبها ثنائية مع ياسين. تخلي ياسين عنده الكرة، يرجع للخلف تماما لنبيل مع ياسين إبراهيمي. هذا الهدف يخرجكم ويحفزكم. هذه الكرة لرياض. رياض نحس بأنه ليس رياض تاع مباراة. بعد ما لعبنا 5 دقائق منذ انطلاقة الشوط الثاني، دائما هدف للصفر. كرة بالراس، مجاني يغطي الكرة، يرسلها طويلة بعيدة تماما من أمام عيسى مندي. كولو توري، سفيان فابولي حط الكرة في الأرض يا سفيان. هيلا لهلال، راح هلال محرز. كرة صعبة للمنتخب الجزائري. يحرز جول بكل لغات
ماتشات العالم جول، بالانجليزي يقولون جول، بالاسباني جول، بالايطالي جول، بالعربي هدف، بالامازيغي ايسوي، بالفرنسي إلياي، بالالماني تور، بالهولندي دول، بالبرتغالي جولو، بالياباني كوري. هدف للمنتخب الجزائري يا هلال، قطعت لنا قلبنا يا هلال لكي تسجل هذا الهدف. جول التعادل للمنتخب الجزائري، جول راح هلال وراح رياض، رياض لهلال، هلال يطلع لنا الهلال ويعدل النتيجة. يا سلام، بوم، هلال السوداني عدل النتيجة. جول للخضر، جول للخضر، جول للخضر، يعدلون النتيجة عناصر المنتخب الجزائري. هدف لهدف صارت النتيجة يا هلال، هدف لهدف صارت النتيجة يا هلال. تذكروا ماذا قلت لكم، لو لم يسجل علينا الإيفواريون هدفا ثانيا سنفوز عليهم ب2-1. هدف التعادل من هلال العربي السوداني. يا سلام، اوي اوي اوي، هذا هو الهدف اللي راح يشجعكم اكثر واكثر في ال7 دقائق الاولى من عمر هذه المباراه. راح يشجعكم اكثر فاكثر هذا الهدف. كره ايفواريه عن طريق بوني، يرجع للخلف لسياكاتيني، سياكاتيني لبوني، خليها تخرج يا بيوني. سياكاتيني ترجع له بوني مره ثانيه، الحكم يصفر له خطا. يخرجوا كل ما لديهم الان اللاعبين الجزائريين. عدلنا النتيجه امام كوت ديفوار في بدايه الشوط. شفنا في الشوط الاول لعبنا معاهم ند للند، نقول ند للند لانه منتخبنا ليس صغيرا وليس. هذا من كولو توريه في القائمه الثانيه. مندي، مجيد، ليس مندي مع كولو توريه في القائمه الثانيه. مجيد، اوه جول، فعلها بوني مرة ثانية، فعلها القد، فعلها الفيل بوني وسجل هدف ثاني من أروع ما يكون. خلوني نصفق نقول بأنه هدف رائع جدا من ويلفريد بوني في مرمى حال الرئيس وهاب مبولحي ببراعة كبيرة، حطها اليايا توري فوق رأس بوني مسجلا هدفا ثانيا في الدقيقة 69 من عمر هذه المباراة. كنت رائع يا بوني، 50 مليون يورو يدفعها فريق مانشستر سيتي ليس عبثا في بوني اللي سجل هدفه الثاني في هذه المباراة وهدفه الثاني في هذه الدورة بالراس أمام دفاع في القائمة الأول. شوف كيف رماها هنا في القائمة الأول، سبق المدافع وحطها بالراس في الزاوية اليسرى لمرمى رئيس وهاب مبولحي. واش هذه مباراة تاع 3-2 مثل 2010 ولا واش؟ اي 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 اي، فوق يدك يا ريس، فوق يدك يا ريس، اي 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 اي. صارت النتيجة هدفين مقابل هدف واحد لمنتخب كوت ديفوار. في وقت المنتخب الجزائري مستحوذ، في وقت المنتخب الجزائري ضيع فرصة هدف ثاني. هاي النكهة تاع كرة القدم وهي المتعة تاع كرة القدم لك وعليك. طبعا نعرف بأن عشاق الكرة في الجزائر يعرفون الكرة جيدا وعارفين بأنه سر كرة القدم هو هذا. يعني هلال العربي السوداني، الحكم قال خطأ منك يا هلال، تلعب من هناك على الجهة اليمنى ايفواريا. يا توري يضغط، لا الان يا توري، يا توري صعب انك تنزع له الكره. فوزي غلام يغطي الكره كما ينبغي، فوزي غلام ضاعت له مره ثانيه، تروح الكره للتماس، الكره للتماس لصالح عناصر المنتخب الجزائري. تلعب مع سفير طيدار، ابحث عن اسحاق دائما يا سفير. سفيان لاسحاق، يغطي كورتو اسحاق، يطلبها سفيان، دخل سفيان، وزعها سفيان، جول. با 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 با. اسلام سليماني بالعقب كاد يعدل النتيجه يا اسلام. حتى القلق موش بادي عليه اسلام، وكانه شاعر بانه نسجلوا هدف ثاني، نسجلوا هدف ثاني ونسجلوا هدف ثالث، لما لا؟ انتم قادرين على ذلك. سفيان فغولي في تنفيذ هذه الركنيه للمنتخب الجزائري، تنفذ في القائمه الاول. لا يا سفيان، طيدير بالراس يلعبها من هناك لياسين، ياسين لا 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 لا، ضاعت له ياسين وانطلاقه في هجمه معاكسه سريعه. رجع بن طالب بسرعه، قتلوها خلاص، قتلوها لما راحت من هناك خلاص. غطي يا مجيد، غطي يا مجيد، عارف بانك تعب. ياسين يتخلص منه، ياسين يرفع كره اخرى والدفاع. معكم لغايه اخر نفس، معكم لغايه اخر رمق، عارف بانكم ستواصلون وتستمرون الى غايه
حتى يصفر الحكم تزيدوا تواصلوا انتم تروحوا للحكم. نبيل بن طالب يلعبها لياسين، هاي كره صعبه، ياسين ضربه جزاء. اوه لا ليست ضربه جزاء، ما دام الحكم قال ليست ضربه جزاء ليست ضربه جزاء. خلاص انتهى الامر، انتهى الامر. الكره الاخيره للإيفواريين، اوه جيرفينيو والثالث انتهى الامر. 3-1 صارت النتيجه. تأهل منتخب كوت ديفوار للدور النصف النهائي. خسارة منتخبنا الوطني ولكنها ليست هزيمة تماما. شيء طبيعي انكم تطلعوا كلكم في اللحظات الأخيرة من أجل تعديل النتيجة. ابكي يا سفير، ابكي يا سفير، لأنه هذه المباريات اللي تكبرك والمباريات اللي تعلمك، وهذه هي الخسائر اللي نستفيد منها ونتعلم منها. ابكي يا سفير، لازم تبكي، ومثل ما فرحت أيضا تبكي ليس حزنا أو ليس ضعفا ولكن تبكي قوة. تبكي أيضا لأنك كنت قريب من التأهل للدور النصف النهائي، كنت قريب من تسجيل هدف ثاني والفوز بهذه المباراة، ولكنك لم تفعل. هي أول مشاركة لك، ستكون هناك ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وستفوز يوما في كأس أفريقيا التي لم نفز بها منذ سنة 1990، ولم نفز بها حتى لما كانت الكرة الإفريقية من أضعف الكرات في العالم في سنوات السبعينيات والثمانينيات، عندما كان تراوغ لاعب يسقط 3 لاعبين انذاك. اليوم الكرة الإفريقية تغيرت كثيرا، صارت فيها القوة البدنية والمتعة والمهارة الفردية واللياقة البدنية والجانب التكتيكي أيضا. لاعبين كبار يلعبون في أحسن النوادي. 3-1 صارت النتيجة، 3-1 ينتهي عليها هذا اللقاء، ولا ينتهي مشوار الخضر، ولا تنتهي الحياة، ولا تنتهي كرة القدم التي سنستمر في مداعبتها والاهتمام بها وعشقها، وسنستمر أيضا في عشق منتخب بلادنا الذي أعطانا الكثير من المتعة والكثير من الفرحة. لن نترككم لوحدكم، سنواصل تشجيعكم وسنستمر في الوقوف إلى جانبكم في المرات المقبلة، في نهائيات كأس المقبلة، في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا. عندما أقول هذا الكلام صدقوني أنا عارف أن الكثير من الجزائريين يقاسمونني نفس هذه المشاعر ونفس هذا الكلام، وأقوله بكل صدق وبكل وعي وبكل منطق. نعم ابكيوا على الخسارة اليوم، ولكن فقط هي مجرد خسارة. يا نبيل بن طالب انتهى الأمر، حكم المباراة هو سيد الموقف، هو اللي قرر وما شاء فعل. خلاص حكم المباراة هو السيد مهما كان. أي نعم لم يخرج البطاقات الصفراء ولكن تقديره كان هو هكذا. تحية له، تحية لعناصر منتخب كوت ديفوار التي استحقت هي أيضا هذا الفوز مثلما كنا نستحق الفوز لو تمكنا من ذلك. لا يا سفير، عمرك 22 سنة، لا يا سفير، لا يا سفير، لا يا مجيد. خلاص انتهى الأمر وخلصت المباراة. فاز كوت ديفوار بجدارة. مشاهدي الأفاضل، عشاق كرة القدم، عشاق المنتخب الجزائري ليس فقط في الجزائر ولكن في كل مكان، شكرا على مساندتكم، شكرا على ثقتكم. أنا متأكد أيضا بأنكم لم تحزنوا تماما لهذه الخسارة. أي نعم هناك غضب ولكن لم تحزنوا ولن تيأسوا أبدا. هي مجرد خسارة وليست هزيمة. أنا شخصيا